عندنا ماتش في نص نهائي الكاس امام فريق تقيل، فريق بينافس معاك على الدوري والكاس في الموسم الجديد، فريق فيهم كل مقومات النجاح. جاب مدرب جديد على اعلى مستوى، معاه لعيبه على اعلى مستوى، يعني لازم تكون قافل على الفرقه. الفكره ان لما تم تعيين كابتن اسماعيل يوسف كلنا توسمنا خير ان هيكون في انضباط داخل الفريق، ولكن اللي شفناه امبارح من استوريهات غريبه من بعض اللعيبه زي محمد صبحي ومصطفى شلبي وعبد الله جمعه، وهما في الدكتور عند الدكتور بيعملوا ازاله للشعر. هل ده مستدعي ان انت تعمل ستوري وتنزله على صفحتك تثير غضب الجمهور اللي انت عندك مباراة بعد بكرة او بكرة يوم الاثنين في الكاس، تثير غضب جمهور فاقد 7 نقاط وحاطط لنفسك ان مفيش اي مسؤولية؟ بعد اللي حصل ده انا اتوقع ان شلبي وعبد الله هيكونوا بره السكور في مباراة بيراميدز، ولو دخلوا جوه السكور يبقى علينا عوض ومنه نعوض. هل احنا بنطالب ان هم يتعاقبوا؟ ده الطبيعي ان انت تطالب بكده كجمهور. كل واحد ليه حياته الشخصية، انت ممكن تعمل كده وما تنشرش ومحدش هياخد باله، بس اللي انت عملته ده بيدل على ان انت ضعيف الشخصية داخل فريق قوي زي نادي الزمالك. لازم تاخد بالك من الميديا، لان كل الجماهير دلوقتي بتدور على الميديا وتسوق فيها. خلي بالك علشان خاطر جمهور الزمالك مش هيسيبكم في حالكم في حالة ان لا قدر الله حصل اي اخفاق للفريق.